اهلا بيكم. قلت لي بقى اننا كده هنعبر من الفيزياء التقليديه اللي ليها قواعد معروفه وثابته الى فيزياء الكم اللي توهتك بيها في اول الحلقه. طب وده ينفع يا محترم؟ ازاي يعني الكمبيوتر اللي مبني على نظريه الصفر والواحد والنظام الثنائي اللي ليه احتمالين بس اما صفر او واحد هيدخل في عالم فيزياء الكم اللي فيها احتمالات كتير جدا زي ما قلت لك في اول الحلقه؟ يعني الكلام ده يعني الترانزستور مثلا بدل ما يبقى بيعدي تيار كهربي فتبقى قيمه البت مثلا الواحد، ساعتها الكمبيوتر هيقول لك والله يا محترم يعني ممكن يبقى واحد وممكن يبقى صفر. ايه الخزعبلات دي؟ تصدق بقى ان ده حقيقي، ان في عالم الكوانتم فيزيكس انت بتتعامل مع جزيئات وجسيمات صعب جدا التنبؤ بسلوكياتها بالفيزياء التقليديه. يعني لما تصغر الترانزستور جدا لدرجه انه يبقى في حجم الذره كده هيعبر من نفس الفيزياء الكلاسيكيه للفيزياء الكميه، يعني القواعد هتختلف يا صديقي. ببساطه الكترونات الكهرباء اللي بتعدي في الترانزستور مش هيبقى الترانزستور قادر يعرف هي صفر ولا واحد، لان كل ما الترانزستور هيصغر هتقدر الالكترونات تعدي من البوابات بتاعته، وساعتها النتيجه هتبقى واحد وممكن تبقى صفر في نفس الوقت. ودي الاحتماليات في نظريه الكوانتم فيزيكس، ودي هتبقى معضله كبيره لقانون مور وكمان للكمبيوتر بشكل عام. علماء الفيزياء وعلى راسهم الفيزيائي الشهير ريتشارد فاينمان قال لك وايه المعضله في كده؟ لا يفل الحديد الا الحديد، ما تيجي بقى نعمل كوانتم كمبيوتر يستخدم نفس قوانين الكوانتم فيزيكس، وفي الحاله دي الكمبيوتر هيبقى اسرع بكتير جدا. وده نعمله ازاي بقى يا عم فاينمان؟ ريتشارد قال لك احنا نستبدل البت اللي في الباينري سيستم بحاجه اسمها الكيوبت، وفي الحاله دي نقدر نستخدم جزيئات اصغر من الذره عادي ونطبق عليها قوانين الكوانتم فيزيكس. يعني الكيوبت دي سيادتك ممكن برضه يبقى بواحد او صفر زي البت بالظبط. بس خد بالك بقى من الحته اللي جايه دي، بما اننا دخلنا في نفق الكوانتم فيزيكس فالقواعد هنا مختلفه، وهيجي يطلع لنا سلوك مختلف وهي الاحتمالات، وساعتها هيطلع لك الكيوبت شايل قيمتين يعني صفر وواحد في نفس الوقت. الحالة دي في الكوانتم فيزيكس اسمها ايه بقى؟ سوبر بوزيشن. شكلك تهت صح؟ لا ما تقلقش، اعتبر ان الكيوبت عامل زي العملة المعدنية كده، لما حضرتك بترميها في الهواء كده وهي بتلف انت بتبقى شايفها لا ملك ولا كتابة، انت شايف الاتنين في نفس الوقت لحد ما تقع في ايدك، ساعتها تقدر تتأكد هي ملك ولا كتابة صح؟ هو ده اللي بيحصل بشكل بسيط جدا في عالم الكوانتم فيزيكس مع الكيوبت. هتقولي ماشي، وده ينفعنا بايه بقى في عالم الكمبيوتر؟ ويفرق ايه عن الكمبيوتر اللي معانا دلوقتي؟ سؤال وجيه ويا ريتك ما تزهقش مني ارجوك. في الكمبيوتر اللي بين ايديك دلوقتي البيتس مجموعه من الاصفار والواحد صح؟ لو عندك مثلا باسورد وعايز تعمل لها كراك، والباسورد دي مكونه من 4 بت، يعني مجموعه من الاصفار والواحد في 4 خانات. عشان اعمل كراك او اكسر الباسورد دي بكمبيوتر دلوقتي ممكن استخدم طريقه التجربه والخطا. لو عندي قاموس فيه احتمالات للباسورد دي فالكمبيوتر هيجرب كل احتمال لوحده لحد ما يوصل لكلمه السر الصحيحه. اما بقى في الكوانتم كمبيوتر فالموضوع مختلف يا محترم. الموضوع ساعتها علماء الفيزياء قال لك احنا هنستخدم الكيوبيتس، وهنا هنخليهم 4 برضه، بس زي ما قلت لك هنا في حاله الكيوبيتس والسوبر بوزيشنز كل كيوبيت بيحمل قيمتين واحد وصفر في نفس الوقت، يعني ممكن يبقى واحد وممكن يبقى صفر في نفس الوقت. ساعتها الكمبيوتر هيقول لك شوف يا سيدي، الحقيقه ان كلمه السر دي ممكن تبقى صح او ممكن تبقى غلط في نفس الوقت. طبعا ده كلام مش منطقي. الحل موجود في خوارزميات رياضيه للكوانتم فيزيكس اسمها جروفرز الجوريزم، بتستبعد كل احتمالات الغلط وتسيب الصح. فمعنى كده يا محترم ان الكوانتم كمبيوتر هيكسر الباسورد اسرع من الكمبيوتر التقليدي، لانه بيجرب كل الاحتمالات في نفس الوقت. سيادتك متخيل ده معناه ايه؟ ده معناه ان العمليات الحسابيه المطلوبه لفك تشفير اي نظام امني معقد لو محتاجه دلوقتي ملايين السنين، فاللي هيصنع الكوانتم كمبيوتر ويمتلك التكنولوجيا دي مع خوارزمياتها الرياضيه مش هيبقى قادر يفك شفره اي نظام امني، وده امن قومي بالمناسبه. سيادتك بقى ممكن يعمل كمان كوارث على مستوى العالم، من اول امن الدول للتجاره الالكترونيه لتامين الانظمه لانهيار منظومات كامله. طبعا الدول المتقدمه زي امريكا والصين وبعض الدول الاوروبيه بينهم سباق كبير على تطوير ابحاث الكوانتم كمبيوتر، وشركات عالميه بينها منافسه كبيره جدا دلوقتي زي جوجل واي بي ام ومايكروسوفت وغيرهم. لكن في شركات عندها دلوقتي كوانتم كمبيوترز على الكلاود تقدر تستخدمها وتجربها، تخيل. ده غير طبعا ظهور لغات برمجه خاصه بالكوانتم كمبيوتر، ومنها اوبن سورس اي حد يقدر يستخدمها ويجربها. السباق اللي شغال دلوقتي بين الدول لتطوير الكوانتم كمبيوترز باين جدا في حجم الاستثمار في تطوير التكنولوجيا دي. عندك امريكا مثلا رصدت 1.3 مليار دولار سنويا، وبريطانيا 1.2 مليار، واليابان مليار، والمفاجاه بقى الصين 15 مليار. في المقابل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في امريكا او نيست اعلن عن خوارزميات خاصه بالتشفير لمواجهه تطوير الكوانتم كمبيوترز واستخدامه في فك التشفير اللي موجود حاليا لحمايه الانظمه. طبعا اللي بيحصل ده بيفكرنا بالصراع اللي كان شغال في القرن اللي فات ايام الحرب العالميه الثانيه على فك تشفير آلة الانجما
اللي كان بيستخدمها الألمان في الحرب لتشفير رسائل والاتصالات. وقتها برضو ألان تورينج عالم الرياضيات الشهير قال لك الشفرة دي طالما معمولة بمكنة صعب جدا فكها من غير ما اخترع مكنة أو جهاز يفك التشفير. ودي كانت بداية الكمبيوتر اللي بين إيديك دلوقتي، واللي ساهم ساعتها آلة ألان تورينج في فك شفرة الإنجما، واللي كانت سبب من أسباب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، لأنهم كانوا خلاص مكشوفين بالنسبة لتجسس الحلفاء على اتصالاتهم. بعيدا بقى عن موضوع امن المعلومات والتشفير، انت متخيل ايه اللي ممكن يعمله الكوانتم كمبيوتر في تطوير فهمنا للكون والمجرات والجسيمات اللي شايفينها واللي مش شايفينها، خصوصا في محاكاة طبيعتها وطريقة شغلها وسلوكها؟ طب متخيل هيعمل ايه في اكتشاف الامراض وتصنيع الادوية وتطوير صناعتها؟ طب التنبؤ بالكوارث والطقس والجرائم؟ طب متخيل هيعمل ايه بقى في قدرة تكنولوجيا زي الذكاء الاصطناعي اللي دلوقتي بياخد وقت كبير ومحتاج أجهزة قدراتها جبارة علشان تعمله بالذكاء الاصطناعي هيتعمل في لمح البصر مع الكوانتم كمبيوتر؟ ده معناه ان الذكاء الصناعي هيبقى اذكى بكتير وممكن فعلا يبرمج نفسه ويتحكم في كل حاجة، ولو ما عنديش وسيلة للتحكم فيه هتبقى نهاية البشرية، اللي اذا كنا ساعتها تطورنا تطور مرعب بالكوانتم كمبيوتر وسافرنا عبر الآلة او كنا في عالم موازي. طبعا الكوانتم كمبيوتر اللي بيقدر يعمل كل ده مش موجود حاليا، مش هيكون موجود في وقت قصير، يمكن جيلنا ما يشوفش التطور ده، لكن احنا ماشيين في طريق اخره نفق الكوانتم فيزيكس. ويفضل السؤال الجوهري، هل هيكون اخر النفق نور؟ هيكون اخر النفق ضلمه؟ هيكون اخر النفق نور وضلمه في نفس الوقت؟ هنكون موجودين ومش موجودين في نفس الوقت؟ الحقيقه ان كلها احتمالات للكوانتم فيزيكس ومش هنقدر نعرفها الا لما يكون في كوانتم كمبيوتر.